من قصيد حاضر هذا حاضر بن حضير العازمي. ايه ممكن اسمعكم قصيده؟ بالعكس. ايه. جاء مره حاضر بن حضير العازمي رحمه الله عليه، جاي تعرف فقير وعمى، جاي من الحوطه مشي على رجليه الين وصل الرياض. يوم جاء القى قصيده على الملك سعود رحمة الله عليه. القى قصيده على الملك سعود. وقتها كان الملك سعود. طبعا انا اروي عن رواياتي كلها قديمه، ترى ما انا بروي شيء حديث، اروي عن للميتين، احاول اني ابرزهم واظهرهم عشان ما ينسون، وخاصه اللي ما طبع لهم دواوين ولا اللي مطبوع دواوين ما هم يطولون الموضوع. فجاء هذا الرجل حاضر بن حضير العازمي وقال قصيده من قوة قصيدته، ومر له الملك سعود بشرها ويعطى ذلول، عطوه ذلول حتى العصا حطوه له على غزالة الشداد لأنه ما يشوف زين. وخذ الذلول ذا يوم راح طال عمرك للدير اللي كان ساكن فيها، كان ساكن في حوطة سدير. أسلم. يوم جاء لحوطة سدير ولا زوجته مريضة ومضنية وكذا، بعد الظنى هذا ما تمت إلا مدة وتوفت، وبقى الولد له اسمه الصالح يدورون من يرضعه. شوف أحيانا يجي مواقف في مثل هذه وهو كفيف البصر وعمى وضعيف. فجاء الشاعر صالح بن مزيد الله يرحمه، صالح المزيد أحد من الشعراء، قال له خلنا نتردد أنا وياك يا حاضر. هو شاعر قلطة، قال أنا ماني بمستانس وصالح ما يذوق الديد، هذا ل7 أيام عجي فوق ذرعاني، يعني مريض، عسى من لا ماني ماله من الوغدان، كود وليد يتيم ماتت أمه ولبوه فزر وعمياني. وتركه، قال ما دام هذه حالك ما نام تردد أنا وياك. اضطرته الظروف وباع الذلول أثناء مرض الزوجة ذي. ولا بقى معه من الدراهم اللي حوالي 10 ريال، وما ادري وش شرابها زمال الله يكرمك، وكلها الذيب بعد ما حظه الذيب فيكم. جاء ثاني مرة على رجليه كعابي من الحوطة لين وصل الرياض هنا، وجاء وحاول يقابل الملك سعود، كان رث الهيئة وذا ما قدر يدخل. جاء واحد وشافه قال أنت يومك قاعد هنا؟ قال إني بواجه طويل العمر. قال لا تقول بواجه، قال إني شكاي عشان يدخلونك بسرعة. فعلا قال إني شكاي ودخلوه. يوم مثل قدام سعود الملك سعود قال من أنت شاكي؟ قال أنا طال عمرك ماشي، أنا قصتي كذا وكذا وكذا، وجيتك يا طويل العمر ولا قصرت معي وعطيتني وصار لي الظرف الفلاني وجيت بسلم، والحين لي 15 يوم وأنا عند الباب ما خلوني أدخل لين قلت إني شكاي. كان وقتها الملك سعود بيطلع الروت خريم فيها ربيع أو ما أدري بيطلع بيكشت، بيطلعوا مكشات ويبي شعار رد يوسعون صدورهم. ذيك الحين ما في وسائل الا بالشعر. قال اول شيء ان ترد وقافي، قال زين سمعنا قصيدك اللي قلتها عند الباب. وقال ترى جاب قصيدة اعتذار عن بيعتي الذلول الاول اللي عطيته. قال سمعناها اول باول، اول شيء سمعنا اللي عند الباب. قال اقول طال عمرك من اول شوف كيف كانت، الله يغفر لهم ويرحمهم، الى الان كيف كانت بساطة ملوكنا وحبابتهم ورعايتهم للشعب. إلى قابل الواحد منهم من المواطنين الملك ولا يرتاح، يشوف التقدير ويشوف الابتسامة على محياه. كلهم إلى الآن ولله الحمد. هذه البيبان ما تسكك، موجودة، تعال سلم وتعال شوف. فقال سمعنا اللي قلتها عند الباب. قال أقول عانيت لك من باطن سدير يا سعود، ودي بقربك يا ربيع الضعافي، يا الليث يا الضرغام يا منقع الجود يا مهد يا صعب العرب بالعسافي. لا جيت يمنعني عن الباب راسود، والصدر ضاق ولا على الله خافي، لعل حظي فيك ما هو مقرود، واللي عطاك من الوهايب جزافي. تعطي جواد الخيل برسانها قود، زود على العيرات حم الشعافي. يا ابو فهد ما لي بغير انت مقصود، يوم منهن عالظن في الظلافي.
أرخص لي أواجه من القل مضهود، رجلي ما يضفي عليهن الحافي. يا أبو فهد مالي بغير أنت مقصود، يوم إنهن عالظن في ظلافي. أرخص لي أواجه من القل مضهود، رجلي ما يضفي عليها الحافي. لا روح ظله يعني لا غدي، لا روح ظله بين شلهوب وحمود من غير تدري مدة ما تشافي. شلهوب طبعا وزير الملك وقتها، وحمود بن جميعة. يقول يعني هذول طبعا هم اللي في الواجهة، يعني يقولوا له انتظر شوي لين نشوف الفرصة المناسبة، وصارت له الفرصة. قال طيب هذه اللي قلتها عند الباب، قال طول القصيدة الثانية وش هي؟ قال طال عمرك هذه اعتذارا عن بيعة الذلولة الأولى اللي عطيتني. وله يقول يا سعود يا الضرغام. شوف كانت البساطة يعني الأولى، الشعراء ما بينهم يعني يحسون أن ما في شيء موانع تردهم. فقال على طول بدأ، ما بدأ باللقب، على طول كأنه خاطبه أمامه. يا سعود يا الضرغام ليث النمورة. شوف شلون عبر عن حالته بنصف بيت. أنا ضرير وفودي مناي قولي، ما عندي غير من المحصول أو الشيء الدخل إلا الكلام اللي أنا أقوله هو اللي أسوقه. يا سعود يا الضرغام ليث النمورة، أنا ضرير وفودي مناي قولي، يا نور نجد ويا ذراها وسورة، يا مشعل الغدرة بعسر لحولي. جيتك ونفسي بالف وادم حشورة، وعطيتني حمرا مليحة دلولي. يا أبو فهد تالي لي يا سعود يا الضرغام ليث النمورة، أنا ضرير وفود يمناي قولي، يا نور نجد ويا ذراها وسورة، يا مشعل الغدرة بعسر لحولي. جوداك يا غيث ضعيف مخبورة، صغير سن وماضي لك فعولي. جيتك ونفسي بالف وادم حشورة، وعطيتني حمرا مليحة دلولي. لكن ضعيف الحال تقصر شبوره، والفقر فخ للضعيف محبولي. يا أبو فهد تالي ليال الفطورة، حدتني الحاجة وبعت الذلولي. وانت العوض وانت الخلف يا أخو نوره، وما دام راسك حي فانت محصولي. لو نست من بورات الأيام بورة، يا أبو فهد مزمل ونذكرك حولي. يبوى الضرير إلى تردت أموره، وتسب البخيل وركب أن المحولي. يرجيك لابات وقوايا بزوره، وضاقت عليه وقطع النس بولي. خير الصديد وشر من سبر جوره، سعود شايل مثقلات الحمولي. حر إلى من الشهر من وكوره، تدرع عقابه مشغلين التيولي. سم شيخ قوم سقاك كاس المروره، وطاه بالرجلين وطي النعولي. وسم هجمة طرش عليها سبوره، فرق شعبها الصبح فرقش سمولي. وسم جو نشبع ضبعته مع نسوره، لهاب مرعوب الفواد الجفولي. سيف هدمية ضد خنت عطوره، فكاك بالهيجة حصان التلولي. شيخ على كيم النجايب تزوره، سما يزور البيت من كل حولي. طرفة نهار لو يعدم خسوره، يزيت نجد ومن سكن به نزولي. البدو واللي ساكن في قصوره، من طور بن مرعي الجو الحزولي، يعني المنطقة الشرقية. الجو حقول البترول، الجو الحزولي. تم الكلام واضح الصد نوره، فعلا على الحاضرين اشهدوا لي.